في نهائي دوري كرة القدم الافريقي، ولكن الشوط الاهم والحاسم هو هذا الشوط. صافرة السيد بيترو واويرو الحكم من كينيا يساعد جلبرت شيروت ايضا من بلاده، وستيفن يمبي، والحكم الرابع من الصومال عمر ارتان مع طاقم تحكيم الفار كذلك. كامل التحية ان شاء الله لكل مشاهدينا في ارجاء الوطن العربي الكبير هنا في دولة الامارات، في مملكة المغرب، في تونس الحبيبة، وفي كل أرجاء الوطن العربي الكبير، وفي أرجاء العالم من ينضم إلى شاشة سيدة القنوات أبو ظبي الرياضية. ها هو مطلع شوط المباراة الثاني في لقاء الترجي والوداد. أذكركم بتشكيلة الفريقين، فقد بدأ الترجي ذلك الشوط بمعز بن شريفية في حراسة المرمى، محمد بن علي في الجهة اليمنى، ياسين مرياح، محمد أمين توغالي، ومحمد أمين بن حميد. هذا رباعي الدفاع ذكرته لكم من اليمين إلى اليسار، حسام تقة وغيث الوهابي وينساس لاعبي وسط الملعب. طبعا ينساس بالحرية الهجومية، والثلاثي الهجوم بحسام الدين غشة وأسامة أبو قرة وكذلك رودريغو سيلفا. هذه تشكيلة السيد طارق ثابت مدرب فريق نادي الترجي التي بدأت وأنهت شوط المباراة الأول. على الجانب الآخر هناك السيد عادل رمزي كان وقد بدأ بيوسف مطيع في حراسة المرمى. خلونا نتابع هذه الكرة الآن للترجي، محاولة التقدم، ولكن شوف الزيادة العددية. أيوب العملود وأمين أبو الفتح وجمال حركاس ويحيى عطية الله كانوا رباعي الدفاع وما زالوا. الكرة الآن على الجهة اليمنى، محاولة تقدم من الحتيمي بيحاول بيلعبها، ولكن الكرة بتتخلص من ياسين مرياح. زكريا دراوي ويحيى جبران وعبد الله حيمود في وسط ملعب الوداد، ومنتصر الحتيمي وهشام بو سفيان على الاطراف، والشرقي البحري كمهاجم. بالأربعة 2-1-3 او الأربعة 3-3 كلا الفريقين يؤدي بمنظور كل مدرب في مباراة الليلة. القمة العاشرة التي تجمع بين الفريقين، كرة عالية وأمامية سهلة تماما لدفاع الوداد وليوسف مطيع. مواجهة عاشرة، وداد بدون أي انتصار على أرض تونس. المباراة في درة المتوسط على استاد حماد العقربي بأرادس. كرة ملعوبة الآن على دفاع نادي الترجي. هذه التشكيلة تظهر أمامكم لنادي الترجي. حسام الدين غشة، محمد بن علي، لعله يذكرنا حقيقة أو بداية يعني تذكرون هاريسون أوفل، اللاعب الذي لعب للترجي في السنوات الماضية كظهير أيمن، كان بين أفضل الأظهرة اللي قدمهم الترجي حقيقة، واللي استمر من 2009 إلى 2015، وكانت تأتيه الكثير من العروض الأوروبية، ولكن كان الترجي متمسكا به حتى غادر في 2015. وهو اللاعب الذي سجل هدف الفوز في دوري الأبطال على حساب الوداد في 2011 عندما سجل هدف الفوز في مباراة إياب الدور النهائي في ملعب حماد العقربي هنا، وكان الهدف في مرمى ياسين بونو، الذي بعد ذلك انتقل لإشبيلية وقدم مواسم كبيرة جدا في كرة القدم الإسبانية والعربية، وهو حاليا حارس نادي الهلال السعودي، حاصل أيضا على المركز الثالث عشر في أفضل لاعبين على مستوى العالم. كرة أمامية ترجي، الدخول من العمق شبه مستحيل، البحث عن الأطراف هي كذلك. بقرة عالية عرضية أمام المرمى، يوسف مطيع بيخلص، بتعود الكرة مرة ثانية ممتازة لبن علي المتقدم. بن علي هل يتجرأ أكثر الترجي؟ هل يهاجم أكثر؟ هل أجل الحسم إلى شوط المباراة الثاني؟ هكذا جماهير تنظر وتقول الحسم في هذا الشوط والأداء في هذا الشوط. والكرة إلى خارج الملعب، رمية تماس، رمية تماس. شوف هذه الكرة وهذه المحاولة، وأول شبه اختبار ليوسف مطيع، لا أقول بالاختبار الكامل ولكن شبه اختبار في كرة عرضية، لعب بمبدأ الأمان وأبعدها بقبضة اليد، مع أنه كان بإمكانه أن يتناولها وأن يمسك بها. كرة رمية تماس للوداد، ياسين مرياح بيخلصها، كرة بتعود أمامية، هذه ممتازة حلوة للترجي، ولكن أحلى من أمين أبو الفتح، وفاول خطأ لمصلحة أمين من أبو الفتح، ولا مانع من استهلاك شيء من الوقت.
لا زلنا يا طارق بانتظار الهدف رقم 400 للترجي على أرضه في بطولات إفريقيا، على أرضه بشكل عام. الوداد في كل بطولات أو الترجي في كل البطولات الإفريقية لعب 184 مباراة، انتصر في كم بعدد كبير، لذلك يكون الأرض دائما في إفريقيا. فاز في 134 مباراة من أصل 184، رقم كبير، وتعادل في 30 وخسر فقط 20، ذلك في كل المشاركات. في كل المشاركات سجل 399 هدف واستقبل 105 أهداف. وهل يتذكر عاشق الترجي من هو الهداف التاريخي للترجي في كل بطولات افريقيا؟ لاعب ايضا لعب هنا في الامارات، علي الزيتوني، 24 هدف، وافضل هداف للترجي في بطولات افريقيا. واندانج ب 15 هدف، وانيس البدري وهيثم الجويني ب 14 هدف. وبالتالي هي مباراة رقم 185 للترجي على أرضه في مختلف البطولات الإفريقية، بينما أقل من ذلك للوداد خارج أرضه لعب 113 مباراة، فاز فقط في 13، يعني 10% فقط من مباريات الوداد فاز خارج أرضه، وتعادل في 39 وخسر في 56، سجل 83 واستقبل 136 هدف. يعني رقم حقيقة صادم يعني للوداد خارج أرضه في البطولات الأفريقية. ويبقى هدافه عنداما وجبران ب 12 هدف، ونهيري واسماعيل حداد ب10 أهداف، ووليد الكرتي ب10 أهداف. سقوط لاعب آخر على أرضية الملعب، سلامات إن شاء الله. والتمرير القادم الليبي حمدو الهوني سيشارك، مميز هذا الليبي، شاهدناه ايضا في البطولة. حمدو الهوني، وعلى هونه الهوني، والوداد على هونه. هذه كرة أمامية قد تكون خطرة إذا استلم، ولكن تغطية بعد ذلك من محمد بن علي بلقطة ممتازة حقيقة في استخلاص الكرة. انتظرنا أكثر من ذلك يا ترجي ويا وداد. كرة أمامية باتجاه أغشة الجزائري في موسمه الأول مع الترجي، تتخلص الكرة بتعود مرة ثانية، رجعت الكرة في منتصف الملعب لغيث الوهابي إلى الجهة اليسرى لابن حميدة، بيلعبها أمامية. الترجي يحتاج إلى تدخلات يا طارق، لأن الوداد هو الثابت في أرضية الملعب. على فكرة الهوني الآن الذي يشارك في هذه الدقائق الموسم الأول له بقميص الوداد، وكان لاعبا للترجي ويعرف هذه الأجواء تماما، ولعب لعدة أندية في البرتغال. هذا هو الليبي اللي نتحدث عنه، حمدو الهوني. تعود الكرة لمدافعي الوداد، تمضي 10 دقائق على مطلع شوط المباراة الثاني تماما كما سيرها الوداد في أحداث شوط المباراة الأول، بهدوء، بترابط، بإبعاد الخطورة عن مرمى فريقه.
يسير بشكل ممتاز الوداد في مباراة الليلة. البحري بيحاول، لكن فاول وخطأ يحتسب في اللقطة الماضية على توغالي. توغاي محمد امين توغاي، مدافع صاحب 23 سنة ما شاء الله، متر 91 سنتي، انتقل للترجي قادما من نصر حسين داي الجزائر، ومثل منتخب بلاد الجزائر منذ ان كان في 21 من عمره. معز بن شريفية، انه مرمى شكري الواعر حارس التونسي الكبير. مرياح، ولا يريدون البطاقة تطير مع الرياح يا مرياح. إنا من المنتظرين في تفاصيل مباراة معقدة تماما، ستبقى صافرة النهاية بحدث للوداد أو للترجي. هكذا هي مباريات خروج المغلوب. كرة أمامية، التمريرة هذه بتتخلص، بتعود مرة أخرى. متى وقت المجازفة يا طارق؟ يانساس حقيقة هذا اللي الآن يخرج لاستلام الكرة محاصر تماما. شوف هذه أول عملية تبادل بينه وبين غيث الوهابي للعب بين الخطوط، لأن جبران متفرغ تماما. كيباسوي يلعب بمهاجمين، إذا أشركه أطول من اللازم بتعدي الكرة، عدت إلى خارج الملعب. هذا طارق. متى تبدأ المجازفة؟ الترجي ضد المغاربة في البطولات الإفريقية لعب 21 مباراة. نعم، الآن تبدأ التبديلات. طارق ثابت، كيباسوي، الكرة بتتخلص، تبعد، غيث يعيدها، الكرة بتعود مرة أخرى، ثبات تام لدفاع الوداد. الكرة الآن لمحمد بن علي على الجهة اليمنى، ياسين مرياح يتقدم، مرياح يحاول بيلعبها أمامية، الكرة ها تؤخذ، محاولة التقدم، لا وجود لخطأ، كرة تلعب على الجهة اليسرى، يحيى عطية الله بيمررها للهوني أمامية لكنها أقرب لدفاع الترجي، وبن شريفية بخبرة كبيرة يسيطر على الكرة الماضية. أخرى تشعر بأن الهجوم غير منظم ولا توجد به زيادة عددية، والكرات سهلة تصل تماما لدفاع الوداد. كرة إلى خارج الملعب، رمي تماس مع سقوط اللاعب الشرقي البحري. سلامات إن شاء الله. كيباسوي مكان غشة، حسام الدين غشة قضية الملعب. هل سيلعب بمهاجمين صريحين الآن؟ هل سيندفع؟ السؤال الذي يطرح نفسه بقوة. المباراة واضحة المعالم بالنظام الحالي بالشكل الحالي، بعيدا عن مفاجآت كرة القدم. المباراة سائرة للوداد بشكل واضح وإن كان الفارق هدف، ولكن كي يصل الترجي إلى مرمى الوداد يحتاج إلى عمل، يحتاج إلى تبديلات، يحتاج إلى تغييرات في أرضية الملعب، يحتاج إلى مجازفة أكبر، ليست سهلة أبدا. الجامبي صاحب 18 سنة يتم إشراكه. كيباسوي
لاعب سابقا للمستقبل الرياضي بسليمان، الآن مع الترجي. تركاي، ياسين مرياح، عالية أمامية، الكرة فيها زيادة للترجي، الكرة بتتسدد وبيتغير اتجاهها ولكنها تصل في نهاية المطاف سهلة ليوسف مطيع. كان معار من الترجي الموسم الماضي في مساي. شوف هذه كرة غيث لاعب الارتكاز صاحب ال20 سنة. في تعليمات واضحة لأن بدينا نشاهد على مشارف منطقة الجزاء في أكثر من لقطة. آخر نصف ساعة أيها الأحبة الكرام، أيها المتابعون في كل مكان، الترجي والوداد التعادل بدون أهداف حتى هذه اللحظة. التعادل الذي يؤهل الوداد لنهائي النسخة الأولى من دوري كرة القدم الإفريقي بجوائزه الضخمة. حتى الآن الفرحة للمغاربة، لوداد الأمة، لوداد المقاومة، وترجي الدولة حتى الآن هو من يودع هذا الدور، وإنا من المنتظرين للنتيجة النهائية لإحداث هذا اللقاء. والكل يتذكر حادثة الفار الشهيرة التي حدثت بين الفريقين في نهاية دوري الأبطال، وإن شاء الله لكن المباراة هذه تسير إن شاء الله بالشكل السليم. غيث، مشروع لاعب ارتكاز تونسي من طراز رفيع. كرة ليانساس، مرياح، توغاي، بن حميدة على الجهة اليسرى إلى العمق في منتصف الملعب. تبقى لعب شبه مستحيل بهذه الطريقة. الوداد يدافع بشكل ممتاز ولكن لا يرتد بأي شكل مؤثر. هذه ناحية. الناحية الأخرى الترجي استحواذ عقيم، وتشعر بأن الوداد تارك للملعب ويغلق المساحات بشكل ممتاز جدا. أيضا الوهابي خطأ ضده في اللقطة الماضية، حتى البنية الجسمانية ما شاء الله عليه. جماهير الترجي الآن تؤازر، تشجع من أجل الترجي. أمامية، دراوي بيحاول الكرة بيبعدها غيث الوهابي إلى خارج الملعب، واعتذار جميل بين الأشقاء، هذا تونسي وذاك الجزائري ينتمي لفريق المغربي. هذا لو استطاع الترجي أن يحتفظ بهذا اللاعب بسنوات أعتقد سيكون اسم قادم لقيادة وسط الترجي ويكون من الأسماء الكبيرة ممكن في تاريخ الترجي. كرة لعبت تتخلص، يحاول الترجي أن يرتد بشكل أسرع باعتبار أن هذه ممكن الكرة الوحيدة اللي تقدم فيها لاعبي الوداد، ومع ذلك تبعد من يحيى جبران كما ذكرت ولي أمر اللاعبين في أرضية الملعب. تشعر أنه مسؤول عن الجميع، عن البعثة وعن اللاعبين وعن المدرب وعن هذا أبوهم. عادل رمزي وطارق ثابت، وجه مرتاح هناك ووجه مضطرب هنا. نفذت الكرة، توغاي، ياسين مرياح يسيطر على الكرة. ياسين يلعبها في منتصف الملعب لحسام تقى إلى الجهة اليسرى. محمد أمين بن حميدة يمشيها. أسامة بوقرة، أكثر رغبة الترجي الآن ولكن بأكثر عشوائية. هذه كرة لحمدو الهوني، قاعدت هذه الأجواء تماما من ليبيا الشقيقة. حيمود يتركها، رمية تماس نفذت، راحت إلى خارج الملعب. ضربة مرمى لمصلحة نادي الترجي الرياضي التونسي. 7 ألقاب إفريقية، يريد الثامنة أن تكون أولى البطولات الكبرى أن تسجل باسمه.
ولكن عليه أن يتجاوز مباراة الليلة أمام الشرس الوداد. شوف الاقتحام الممتاز، شوف التخليص من الدراوي. يعني إذا امتدحنا جبران فعلينا أيضا نمتدح الدراوي على ما يقدمه حقيقة من أداء منتصف مع فريق نادي الوداد في منتصف الملعب. ياسين مريح سيضطر للعب الكرات الطويلة، هذا الحل الوحيد. تجهيز لاعبين للوداد، انتعاش طرف ثابت. انت المفروض تقول لا تعدون لمصلحتك. الإشارة هذه لا عكس المجريات اللي أنت تريدها. الكرة إلى ضربة ركنية الآن للترجي. الترجي الرياضي التونسي في رادس. يا أخي أحداث كبيرة للكرة التونسية في رادس. اسألوا الملعب واسألوا المدرجات. ضربة ركنية الآن للترجي. الكرة العرضية الأولى سبحان الله، دقيقة 70 عالية عرضية أمام المرمى، بتمر إلى الجانب الآخر. ياسين مريح إن كان لديهم قائد بالرقم 5 جبران فلدى التوانسة والترجي قائد بالرقم 5. الكرة بتتخلص، بتعود مرة ثانية الترجي وسياسة اللعب الكل في الكل. غيث ماذا يفعل؟ غيث في كل مكان. رجعت الكرة، بقرة لمها، بقرة تقدم والكرة بتتخلص. الترجي كالقنبلة الموقوتة لا تعرف في أي لحظة تنفجر. كان هادئا، كان ساكنا، كان ودودا. كرة عالية وعرضية وبيسيطر عليها يوسف مطيع. هل هذا الترجي قبل 5 دقائق؟ أجيبوني يا من تتابعون ويا من تشاهدون، هل هذا الترجي اللي كنا نتكلم عن حاله وعن وضعه؟ سبحان مغير الأحوال وسبحان من له دوام الحال. كرة عالية وأمامية، ترجي على الوداد 1-0. معنى هذه النتيجة إذا استمرت تذهب لركلات الترجيح مباشرة بدون أشواط إضافية. أي هدف آخر يسجل لا وجود ركلات ترجيح. كيباسوي بيحاول في اللقطة الماضية ويكسب من خلال رمي التماس. عادل رمزي لم تعد كما كانت. الوداد تبديلات عادلات، لكن جماهير ترجي الابريما تزهينه. الجمهور لم يسكت. التبديلات الآن تحدث. البحري يترك أرضية الملعب. سامبو يشارك. ناجم أيضا. وأبو سفيان يترك أرضية الملعب وناجم يشارك. أسماء من دكة البدلاء للوداد قبل الهدف لو تتذكرون قلت ان الوداد يدافع بشكل ممتاز، ولكن عيبه عدم التأثير من الناحية الهجومية او ارباك دفاعات الرجاء. والارض دائما في افريقيا. هذا الهدف رقم 400 حصرية هذه المعلومة على شاشة ابو ظبي الرياضية. الهدف رقم 400 للترجي على ارضه في بطولات افريقيا. الكرة لكيبا بيحاول يمر، بيحاول، الكرة بتتخلص، وصلت لغيث أضعه من نجوم المباراة الرئيسية. تدخل وبطاقة صفراء على بن حميدة في اللقطة الماضية. بطاقة صفراء على بن حميدة في اللقطة الماضية. وناجم أيضا أحد البدلاء اللي شاركوا، اللي تعرض للخطأ. وناجم طبعا عرفنا أيضا بنادي الزمالك المصري، ولعب لشباب أطلس خنيفرة، ويعتبر من أصحاب الخبرة في قائمة لاعبي الوداد. ومولي سامبو اللي شارك أيضا، السنغالي صاحب 24 سنة، الموسم الثاني بقميص الوداد. وبن حميدة تلقى البطاقة الصفراء.
أبو الفتح. الوداد الآن يتخلى، يلعب إلى الأمام، هدف من شأنه أن يقرب الوداد من النهائي. إن حضر هذه الكرة عالية وعرضية للوداد داخل منطقة الجزاء. غيث، احفظوا هذا الاسم جيدا، غيث الوهاب. ولن أستبعد إن شاهدته في الدوري الإيطالي السنة القادمة. أنا أريده في الدوري الإيطالي عشان هو على شاشة الموضوع. هو سلامات غيث الوهابي أسقط على أرضية الملعب. سلامات إن شاء الله مشافى معافى. تبديل أيضا سيكون للترجي. طارق ثابت. جميل يا أخي أن تشاهد طارق ثابت هنا وعادل رمزي هنا، وكل مدرب يملك كاريزما ويملك شخصية ويملك حضور. هذا دليل على أن الرياضي العربي متى ما أعطيت له الثقة سيكون حاضرا. لا تترك الملعب يا غيث فأنت نجمي المفضل. عادل رمزي أيضا يجري تبديلاته. الوداد في مركب محمد الخامس 1-0. الترجي في استاد حماد العقربي برادس 1-0. يترك أرضية الملعب لاعبي المفضل. شكرا يا غيث الوهابي، كامل التوفيق إن شاء الله لك. أوكبيلو يا سلام 20 سنة ما شاء الله عليك. أوكبيلو أيضا يشارك. رمية تماس آخر ربع ساعة تتلاعب بأعصاب الجميع. كنا نراها قريبا من الوداد وأصبحت الآن متكافئة. الدقائق القادمة ستحمل الأخبار السارة إلى من؟ ستتوجه بالأفراح إلى من؟ الخضراء أم البيضاء؟ تونس أم المغرب؟ ترجي أم وداد؟ حيمود خطأ لمصلحته. يتخلى الرجاء الآن عن تحفظه وعن تراجع إلى الخلف. أنا إن شاء الله سيأتي يوم ولا نشاهد في ملاعب إفريقيا هذا الليزر للاتحاد الأفريقي. إذا أراد التطور قبل أي شيء لازم أن يلغى هذا الليزر الموجود المزعج في أرضية الملعب. ولا أتحدث عن جمهور الترجي تحديدا، شاهدناها في كثير مباريات، حتى في مباراة السنغال ومصر الشهيرة. كرة أمامية، حمدو بيحاول، خلصها حمدو، فاول وخطأ لمصلحته يشير إليه حكم المباراة. سلامات إن شاء الله، سلامات إن شاء الله. المشتركة بين حمدو ويانساس. شوف هذا الهدف، يا سلام أول عرضية مثالية. هنا النجاعة في كرة القدم الإفريقية. هذا الهدف رقم 400 للترجي على أرضه في بطولات إفريقيا ككل. هنا في تونس الهدف رقم 400. كبير يا ترجي في المباراة رقم 185. كرة ملعوبة الآن للوداد، خطرة للوداد، الكرة قائمة، تصرف غير سليم في اللقطة الماضية من هون هاجم. كان بإمكان أفضل بكثير مما كان. زملاء كانوا موجودين. شوف هذه الكرة، هون هاجم وأمام البديل الذي شارك قبل قليل أوكبيلو صاحب 20 سنة، الموسم الأول بقميص الترجي القادمة من الدوري النيجيري في الانتقالات الصيفية الماضية.
النتيجة بهذه الطريقة تذهب لركلات الترجيح، ولا يحتاج لا الوداد ولا الترجاوي. أتمنى أن يكون نطقتها صح، المنتمي للترجي أن يقال له ترجاوي. يتمنون جميعا ركلات الترجيح ستتلف الأعصاب أكثر فأكثر. هذه الدربيات العربية الكبيرة في بطولات إفريقيا، والله محظوظة أفريقيا بأنديتنا العربية، محظوظة بترجي ونجم ساحلي أفريقي وملعب، محظوظة بوداد ورجاء وجيش ونهضة، محظوظة بأهلي وزمالك وإسماعيلي، محظوظة بأندية الجزائر وليبيا ومريخ وهلال السودان. تضيق هذه القاعدة. وهناك طبعا عديد من الأندية الأفريقية أيضا مميزة من الدول الأخرى، لكن أنا أتحدث عن أنديتنا العربية. رمي تماس، أوناجم، جبران أو أدراوي، أوناجم إلى خارج الملعب، ضربة مرمى. معز بن شريفية إلى ياسين مرياح. ياسين أمامية، اعتقد فيها التسلل على كيباسون أو حالة تسلل، تركت الكرة. إن شاء الله هذا عمره 18 سنة، شكله أكبر منه. على الجهة اليسرى الوداد، بعد أن كانت البطاقة في اليد أصبحت البطاقة محصورة. هذه كرة خطرة للترجي، الكرة لأسامة، أسامة بوقرة بيلعبها، ولكن يوسف مطيع يسيطر على الكرة الماضية بشكل ممتاز، سيطر عليها بشكل ممتاز. كرة ملعوبة عالية وأمامية، عدت الكرة حميدة إلى خارج الملعب. 10 دقائق وأقل أيها الأحبة الكرام. الترجي والوداد وجها لوجه للمرة العاشرة. الترجي حتى الآن يحقق انتصاره الرابع مقابل انتصارين للوداد وأربع تعادلات، ويسجل هدفه العاشر في مرمى الوداد في المواجهات المباشرة مقابل 7 أهداف للوداد. كرة في منتصف الملعب، أسامة يقدم أداء أفضل بكثير في شوط المباراة الثاني للترجي، عالية وعرضية، الكرة تتخلص من العملود بشكل ممتاز. أيضا تمريرة خاطئة وأخرى خاطئة تدل على حالة الشرود الذهني وحالة الضغط العصبي على الفريقين. 1-1 بمجموع المباريتين. أوغفيلو مشاها، أسامة بوقرة بيلعبها حلوة، الكرة من المهاجم صاحب الهدف الوحيد في مباراة الليلة حتى الآن، رودريغو سيلفا، الموسم الأول بقميص الترجي، لعب سابقا لعدد من الأندية في الدوري البرازيلي وكذلك أندية في الدوري البرتغالي. ضربة ركنية، جماهير الوداد التي كانت تحتفل الآن تترقب وتنتظر. عالية عرضية على القائم الأول، الكرة أمام المرمى ولكن تبعد من يوسف مطيع في اللحظة الأخيرة. لم يعد دفاع الوداد كما كان، فاول وخطأ. هذا الحكم يبدو ما عنده إتاحة الفرصة.
عناوين جديده الادفانتج. الهجمه للوداد كانت مرتده، شوف هذه الكره وهذه التسديده اللي كانت رايحه في القاعم كره يان سوس في اللقطه الماضيه، ويوسف مطيع يلحق بالكره في اللحظه الاخيره. والله لحق عليها يوسف مطيع، كانت ستذهب الى المرمى ان لمست العارضه كانت او القائم ستلامس من بطن القائم وستذهب الى المرمى، وبالتالي ينساسي طارق ثابت. غريبة تماما. يوسف مطيع يتعرض لإصابة، جوجاي عادل رمزي. يا أخي هذه الجماهير بصراحة تشعر بأنها هي لا تتابع المباراة ولا تتابع النتيجة، هذه منتمية فقط، هذه تنتظر اللقاء فقط، تنتظر الشعار وتبدأ احتفالاتها مهما كانت النتيجة. شوف هذه الكرة، شوف هذه المحاولة الخطرة جدا ليانساسي في اللقطة الماضية، وهذا عبد الله حيمود في اللقطة الماضية. 5 دقائق وأقل على نهاية الوقت الأصلي. أنوه هذه النتيجة تذهب بنا لركلات الترجيح حسب لائحة البطولة، لا أشواط إضافية عالية وأمامية. كرة بتعود أسامة حميدة، لا زالت في أرضية الملعب. بتعود دراوي أو ناجم حيمود، فاول وخطأ لمصلحته. تقبيله لاعب الشاب، هذا فاول وهذا الخطأ، وهذه الضربة الحرة المباشرة. حيمود اللي تعرض للإصابة، صاحب 22 سنة، خريج أكاديمية الملك محمد السادس. الكرة بتعود الآن للترجي في منتصف الملعب. كيباسوي البحث دائما عن أسامة بوقرة. إجهاد كان العنصر اللي صنع الفارق حقيقة في الصناعة لدفاعات الوداد اللي كانت مميزة. هي تذهب لركلات الترجيح، لا فرص لهذا ولا لذاك. تبديلات ديربالي، بوشنيبة، رائد بوشنيبة، كلاهما يجهز المشاركة، وأيضا الحارس البديل أمين الله. كرة ملعوبة على الجانب الآخر، حاول يحصلها أطول من اللازم، راحت الكرة إلى خارج الملعب، رمي تماس. الأرض دائما في إفريقيا، الأرض دائما في إفريقيا. ماذا قدم الوداد في مباراة الذهاب وماذا يقدم في الإياب؟ ماذا قدم الترجي ذهابا وماذا يقدم إيابا؟ دقيقة 88 من عمر وأحداث المباراة. ياسين مرياح، محمد بن علي، أوغبيلو فيها شك أمام المرمى. الله! الراية تحضر في إلغاء الهدف الماضي للترجي في أجمل لقطات المباراة.
في أجمل لقطات المباراة، راية وتسلل، والشك حاضر في اللقطة الماضية بالذات من تمريرة رودريغو سيلفا. راية وتسلل، لحظة لعب الكرة أوغبيلو، هنا التسلل واضح، هنا التسلل واضح، قرار سليم لطاقم التحكيم بإلغاء الهدف. وكادت أن تكون الفرحة الهستيرية للترجي. تسلل يعني ما حد كلم الحكم، يعني يقول لا حد يتكلم. التسلل واضح، لا يحتاج إلى تقنية الفار. والله هذا الحكم بيكون أكثر حكم يعني الليلة، أكثر واحد ينتظر نهاية هذه المباراة. راية وتسلل، راية وتسلل، هذه عاشقة للترجي زعلانة على الفار. الدقيقة 90 من عمر وأحداث المباراة. ديربالي ورائد بوشنيبة سيشاركان الآن، هذا الترجي وكذلك حارس المرمى. بوشنيبة اللي شارك 20 سنة، خريج مدرسة الترجي الرياضي، هذا بوشنيبة اللي راح يشارك، وهذاك ديربالي. وبن علي يترك أرضية الملعب. الآن يبدو الاستعداد لركلات الترجيح، ومعز بن شريفية يترك أرضية الملعب، ومنش أمين الله يشارك الآن من أجل ركلات الترجيح. 7 دقائق وقت بدل ضايع لإحداث هذه المباراة. أوغبيلو بيخلصها، كيباسوي بيحاول، فاول وخطأ في منتصف الملعب. ضربة حرة مباشرة للوداد، راح تلعب بشكل قصير ليحيى جبران، وبعد ذلك يحيى هو اللي راح يتصرف. فلنتذكر يحيى عطية الله للوداد في الدقيقة 92 من عمر وأحداث المباراة. عطية الله بيلعبها عالية وأمامية، الكرة راسية أمام المرمى، بتعود لحارس المرمى، سيطر عليها حارس المرمى. أوغبيلو، مساحة أمامية، الكرة لكيباسوي، كيباسوي بيحاول، ولكن يا سلام يا سلام يا سلام يا العملود بيخلص الكرة الماضية. الكرة تصل في منتصف الملعب، أوغبيلو يقطعها، ما شاء الله على هذا النيجيري الشاب. الكرة في منتصف ملعب الترجي، الكرة الآن ديربالي يلعبها على الجهة اليسرى لمحمد أمين بن حميدة، الكرة تقة عادت مرة ثانية للترجي، أوغبيلو إلى تقة، والمباراة باقي عليها تقة. الكرة الآن ملعوبة أمامية، استخلاص ممتاز لدفاع الوداد، فأول خطأ يشير إليه حكم المباراة لمصلحة الوداد في اللقطة الماضية. مصلحة سامبو. سيرهات أيضا سيشارك. طغت الأجواء ما قبل المباراة على إثارة المباراة. حيمود يترك أرضية الملعب، اللاعب الشاب صاحب 22 سنة.
سيرهات يشارك الآن 7 دقائق مضى منها 3 دقائق ونصف. هل من لقطة مثيرة؟ هل من لقطة قوية؟ هل من لقطة جنونية؟ إنها البطولات الإفريقية، كرة عالية وعرضية، وأمان الله مميش يسيطر على الكرة. أنس السرغات اللي شارك قبل قليل، 26 سنة، خريج مدرسة نادي الدفاع الحسني الجديدي، لعب في الموسم الماضي معارا لمولودية وجدة، يعود مرة أخرى للوداد، توج معه سابقا بدوري الأبطال. الكرة الآن للترجي أمامية في مكان سليم، سقوط، مطالبة بخطأ، الكرة بتعود لسرغات على الجهة اليسرى. الآن التقدم من ناحية عطية الله، عالية وأمامية اعتقد فيها تسلل. الكرة لعبت وابعدت بعد ذلك، غربالي، عطية الله على الجهة اليسرى للوداد. كرة في منتصف الملعب، يحيى جبران، نهاية الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضايع. الوداد والترجي لركلات الترجيح، إلا إذا شاهدنا شيئا ما. كرة بتتخلص، بتعود مرة ثانية للوداد، يا سلام، سرغات إلى الهوني عالية وعرضية، الكرة تتهيأ رأسية. أمان الله، أمان الله، أمان الله، الله يجعلنا دائما في أمان الله. شوف هذا لحظة الهدف الملغي بوجود التسلل. وهذا عاشق للترجي، يذرف الدموع. يحيى بيلعبها عالية وأمامية باتجاه سامبو، الكرة بتتخلص، بتعود خطرة للوداد، أوناجم بيلعبها ولكن بشكل خاطئ. الكرة بتتخلص إلى خارج الملعب، رمي تماس لمصلحة الوداد البيضاوي. أوناجم بيلعبها باتجاه دراوي، الكرة بتتخلص، بتعود لأوناجم، كان مفروض من لمسة. ضغط كبير جدا على اللاعبين، لكن لو لعبها بشكل مباشر لكان الوضع اختلف. طارق ثابت وعادل رمزي كلاكما يحظى بالاحترام والتقدير، وكلاكما قاتلت حتى النهاية في هذه البطولة، وركلات الترجيح هي من ستحسم الموقف بين الفريقين. الوداد لم يكسر عقدة ملعب رادس ولا مواجهاته مع التوانسة في تونس، والترجي يؤكد على التفوق، ولكن في حسبة الذهاب والإياب تبقى النتيجة النهائية تعادلية 1-1. كيبا سوي يتقدم، كيبا بيحاول، لازال يحتفظ بالكرة كيبا، ولكن الكرة بيخلصها يحيى عطية الله إلى خارج الملعب. رمية تماس نفذت، كيبا، محمد بن علي، عادت الكرة على الجهة اليمنى، صافرة النهاية أيها الأحبة الكرام، أيها المتابعون في كل مكان. نصل إلى اللقطة الختامية في أولى مباريات الدور نصف النهائي من رادس من ملعب حماد العقربي. تغير الترجي قليلا فتغيرت النتيجة ليس كثيرا، فأصبحت تعادلية في حسبة الذهاب والإياب. ركلات الترجيح يا أسامة ستتلاعب بأعصاب الفريقين وجماهيرهما، أما نحن كنا ننتظرها مباراة أجمل من ذلك لاسم الترجي ولاسم الوداد، ولكن الضغوطات ما قبل المباراة ألقت بظلالها. أعود إليك إلى أن تعود إلي مع ركلات الترجيح. تفضل يا أسامة. شكرا للزميل عامر عبد الله. في الشوط الثاني الترجي ينجح في التصحيح وينقل حسمة الحسم إلى ركلات الترجيح التي ستحسم هوية الفريق الصاعد إلى المباراة النهائية في الدوري الإفريقي لكرة القدم في نسخته الأولى. شوط ثاني استطاع فيه الترجي على الأقل إعادة المباراة والبطاقة المؤهلة إلى النهائي من جديد إلى نقطة البداية. الحمد لله. معناتها الترجي في الشوط الثاني معناتها تحس الدقيقة 65 بعد الهدف كان الرتم هو نفسه زي الشوط الأول، تحسنت الامور شويه في بعد الهدف. الترجي تحس ثم استفاقه نوعيه، او كان عليه الضغط
كان عليه ضغط صح، عارفين هذا تخلص من الضغط مع الهدف الذي سجله. صح وتراكم نتاع المباريات زاد ثم ارهاق كبير للاعبين. احنا اليوم معناتها الاجتهاد نتاع اللاعبين كان ماهوش اللي معودنا به لعيبه الترجي. صح معناتها الترجي اليوم معناتها عرف كيف يجري المباراه، زي ما قلت لك من الاول عرف كيف يقتلع الهدف نتاعو، وجاء معناتها الهدف معناتها بضغط نتاع الضغط نتاع لا في الضغط نتاع الوسط الميدان نتاعنا. الوهابي معناتها كان معناتها تبارك الله ما شاء الله عليه، معناتها ثلث المباراه ثلث 75 دقيقه كان في مستوى عالي وكان في الاداء نتاعو كان طيب، وهذا الشيء اللي خلى بوقره زاد نفس الشيء. بوقره متحرك كان في الدقيقه 64 ومعناتها كانت التوزيع والهدف معناتها هنا الوهابي. شو بوقره هنا المفروض حتى هنا شو اليوم. نعم الاثنين مع بعض، فتنشوفوا هنا غلط بدائي كما قال الاخ خالد. فقوه بوقره وفانه على رجله اليمنى وتيدير اوفرات داخلين على المرمى تكون صعبه على الحراس، فانا كان ممكن ما يعطيش مساحه، كان ممكن يسد عليه المساحه، يضيق عليه المساحه وما يخليش انه يدير اوفر في خاطره. ودائما الفريق اللي تيركن الدفاع بزاف ما تتكون ديال النتيجه. الاهم هو الان لسه كل شيء ملعوب في البلانتيات، والتغييرات ما نجحش فيهم عادي الرمزي، خانوه التغييرات. ان الهوني تنظن انه مصاب في هذه المباريات هذو ما كانش خاصو يدخل، ما نظنش انه ما كانش في المستوى اللي كان مطلوب منه، وخلى وحتى وناجم كان انا بالراي المتواضع كان ابو هره قوي وتيراوغ وتيحتفظ بالكره وسريع، كان ممكن يدخل بلاصه الحتيمي مكان الهوني. يراهن طارق ثابت على مميش الذي دفع به قبل نهايه الوقت الاصلي ليتولى هو حراسه المرمى في ركلات الترجيح. واضح ان هو الراجل جيد في ركلات الترجيح والا ما كانش شاركه، لكن اخد على الاثنين يعني بغض النظر عن التحليل الفني لانه له حاجات كثيره ممكن نقولها، لكن اخد على المدربين انهم بيفكروا في ضربات الجزاء ولسه 8 دقائق كامله من اللقاء. يعني طارق ثابت في الدقيقه 88 بدا يغير تغييرات ولسه في 7 دقائق، يعني انت بتتكلم هتلعب 9 دقائق وده كان عمر كبير جدا يعني. لكن في النهايه دلوقتي انت وصلت ل 50 مين يكسب الترجي ولا الوداد؟ الحظ مشاهدينا الكرام يبتسم لمن؟ لاصحاب الارض والضيافه فريق الترجي ام للضيوف فريق الوداد؟ لحظات ستكشف لنا اجابه هذا السؤال الذي سيحمله لنا الزميل عامر عبد الله. اليك عامر. إلى لحظات الحسم أسامة، إلى ركلات الترجيح. ترجي أم وداد؟ من أول الواصلين للنسخة الأولى لركلات لنهائي دوري كرة القدم الأفريقي؟ يوسف مطيع أم أمان الله مميش؟ مطيع عنده ذكريات في الموسم الماضي في دوري الأبطال في الدور ربع النهائي تمكن قيادة الوداد لتأهل للدور نصف النهائي عندما واجه نادي سيمبا تنزاني في مباراة تألق فيها بشكل كبير. الآن مرياح الترجي مطيع الوداد إلى من؟ مرياح يتقدم يضعها في المرمى. الترجي يتقدم بأول الأهداف. القائد الكبير ياسين مرياح يسجل من الركلة الترجيحية الأولى بثقة المدافع الكبير. يضعها في المرمى. الآن الركلة الأولى للوداد. أيضا القائد يتقدم يحيى جبران بضغط جماهير الترجي، وأمان الله مميش الحارس الشاب، مميش أم الخبير جبران يحيى يضعها في المرمى وضعها وسجل هدف التقدم
لمصلحة فريق، أو هدف التعادل الآن من ركلات الترجيح لمصلحة الوداد. واحد في نفس الزاوية، ويذهب لها أمان الله. رودريغو صاحب هدف الترجي في هذه المباراة. رودريغو يتقدم في المرمى، لا مطيع يتصدى لركلة الترجيح. مطيع بذكريات سيمبا في الموسم الماضي، يوسف مطيع يتصدى. مطيع يطيح بركلة الجزاء للترجي في اللقطة الماضية، لتكون الفرصة سانحة الآن للوداد للتقدم. مهدرة يا ترجي. أبو الفتح يتقدم في المرمى يتقدم الوداد عن طريق العملود يسجل. إذا الأفضلية للوداد الآن 2-1. والله أنا أتمنى من عماد يوسف والشباب صورونا الاستديو التحليلي تحت الهواء، خلونا نشوف أعصابهم. طبعا سيد عبد الحفيظ مرتاح والأمور عال العال، وهو اللي حينضغط الماتش الجاي، لكن بدرة ورشيد الداوودي الآن في التقدم الآن للداوودي. 2-1 للترجي الآن. أعتقد ديربالي البديل، ديربالي بيلعبها في المرمى مشت وتهادت إلى المرمى، وتصبح النتيجة الآن 2 للترجي من 3 ركلات. 2 للترجي من 3 ركلات، وما زالت الأفضلية للوداد في حالة استثماره للركلة القادمة، الركلة الترجيحية. أمين أبو الفتح، كلهم أصحاب النزعة الدفاعية اللي يتقدمون من الوداد الآن. أبو الفتح وأمان الله. أبو الفتح يضعها في المرمى. الترجي الوداد يتقدم الآن 3-2. جماهير الوداد الآن يظهر صوتها بشكل كبير. الآن للترجي ركلة ترجيحية للترجي في المرمى، ممتازة. تصبح النتيجة الآن 3-3 مع تقدم الترجي بركلة. رائد بوشنيبة. الوداد إن سجل الآن فهو سيلعب لعدة احتمالات في الركلة الأخيرة، ولكن علينا أن ننتظر. الركلة الترجيحية لمصلحة الوداد. يبدو جمال حركاس وآمان الله مميش. آمان الله صاحب 19 سنة، وحركاس الركلة للوداد. الوداد في المرمى. ناجم يقرب الوداد أكثر فأكثر. ناجم تقدم الآن للوداد 4-3. ركلة إذا أهدرت من الترجي يتأهل الوداد. إذا سجل الوداد وسجل الترجي تأهل الوداد. الترجي يجب أن يسجل والوداد يجب أن يهدر كي نذهب إلى تمديد ركلات الترجيح.
باطو فيغالي، توغاي الجزائري. توغاي تباطأ أكثر من اللازم ومطيع في مرماه، ولقطة حاسمة تتلاعب بالأعصاب. هل يمددها الترجي؟ محمد أمين في المرمى يضعها توغاي يضعها في المرمى. هذا من أهدر، والركلة الأخيرة قد تكون الركلة الأخيرة. للوداد الآن إن سجلت الوداد المباراة النهائية وإن أهدرت. بولي سامبو، إلى أين يا وداد؟ إلى أين يا وداد؟ إلى أين يا وداد؟ الوداد، الركلة، الوداد، يا سلام! الوداد، وداد الأمجاد، وداد الأبناء والأحفاد، وداد الأمة، وداد المقاومة، وداد الإنجازات والبطولات. الوداد للمرة الأولى من أرض رادس ينتصر. الوداد أول فريق يصل إلى نهائي دوري كرة القدم الأفريقي. الوداد بأحلى مداد يكتب الكلمات، يكتب الأسطر، يكتب الإنجازات. وداد المغرب المشرق، وداد الدار البيضاء، رايته دائما بيضاء، محبة وسلام ولا استسلام. الوداد يصل إلى المباراة النهائية عبر ركلات الترجيح على حساب شقيقه نادي الترجي، ليدون اسمه بحروف من ذهب كأول من يصل إلى نهائي دوري كرة القدم الإفريقي. لكل محبي الترجي هارلك، لعادل، لثابت، طارق ثابت، لجماهير الترجي العظيمة هارلك، لجماهير الوداد. ماذا أنتم الآن تفعلون في كازابلانكا؟ هل هناك من رصد؟ هل هناك من كاميرات؟ هل هناك من آهات؟ وداد الأمجاد، وداد الأبناء والأحفاد والآباء. الوداد فريق الود والمحبة إلى نهائي دوري كرة القدم الإفريقي. ألف مبروك لعشاقه ولمحبيه، وتتواصل الكرة المغربية بابتساماتها الدائمة. أيها الأحبة الكرام، أيها المتابعون في كل مكان، كان معكم عمرو عبد الله معلقا وواصفا راصدا لفرحة الوداد من رادس. للمرة الأولى يحدث هذا المشهد التاريخي للوداد على أرض تونس، وأن ينتصر وإن كانت بركلات الترجيح. مبروك لكل العشاق، مبروك لأمة الوداد أينما كانت، وهاردلك لمحبي المكشخة تعوضون إن شاء الله في مناسبات قادمة. الزفة المغربية تبدأ من هنا، من تونس إلى الدار البيضاء. شكرا لكم على حسن المتابعة. الكلمة للزميل العزيز أسامة الأميري، نبارك لرشيد الداودي وهاردلك الكلمة لك. تفضل. Un derby qui a tenu toutes ses promesses. Votre première impression. شكرا للزميل العزيز عامر عبد الله. ركلات الترجيح تبتسم للأمة الودادية وتمنحهم بطاقة الصعود إلى المباريات النهائية. 5 ركلات ناجحة للوداد و4 فقط للترجي. ركلة جزاء من رودريغو تصدى لها حارس المرمى يوسف المطيع ليمنح الأفضلية لفريق الوداد البيضاوي المغربي ويؤهله إلى المباراة النهائية بعد أن تعادل الفريقان في مجموع مباراتي الذهاب والإياب. انتصر الوداد في كازا بهدف نظيف، وانتصر الترجي بنفس النتيجة في رادس. وركلات الترجيح تهدي البطاقة النهائية لوداد الأمة. ألف مبروك. الله يبارك كابتن رشيد. الحمد لله. نقول أخي وعزيزي خالد بدر هاردلك، وفريق الترجي فريق كبير، قدم مباراة
جيده والمدرب ديالو بحييه من هنا لقاش قايم مع عمل جبار. وتنتمنى من المسؤولين ديال الترجي يحافظوا على هذا الفريق لانه عنده مستقبل وما كلهم صغار، وفي هذه المباراه الكبيره بانوا انهم لاعبين كبار. والحمد لله فريق الوداد مشى لضربه الجزاء وكان الحظ من صالح فريق الوداد، والوداد يستاهل حتى هو يفوز بهذه المباراه ويتاهل، حقاش نظرا لقوه الفريق لا جميع الخطوط لا دفاعيا ولا وسط الميدان ولا هجوميا ولا اداره تقنيه ديالو بقياده عادل رمزي اللي حتى هو جاب واحد الطريقه اللي اليوم لعبنا دفاعيا ما كناش قويين على مستوى الهجوم، فالنتيجه انتهت بواحد 0. لنا المبتغى ديالنا هو اننا ما تسجلش علينا اهداف كثيره وخلاونا نبقاو في المباراه الى حين ضربه الجزاء. والحمد لله مبروك على نادي الوداد الرياضي ولا جماهيره وداد الامه، ونتمنى على الله النهائي يكون ودادي تا هو ان شاء الله باذن الله. استفاق الترجي في الشوط الثاني من هذه المباراة، لكن لم تكن تلك الاستفاقة كافية حتى تحول تذكرة المباريات النهائية إلى رادس عوضا عن كازا. بطبيعة الحال يظل المقابلة ما أخذتش منعرج كبير، كانت مقابلة عادية اليوم، ما فماش ريتم ما فما ولا شيء، باستثناء معناتها الفرصة ولا فرصتين والهدف. الترجي اليوم ما كانش في أتم الاستعدادات نتاعو. الترجي صحيح معناتها المباريات اللي قام بها معناتها اثرت شويه على اللاعبين، على مردود اللاعبين من الناحيه الفنيه ومن الناحيه البدنيه. نقول مبروك للترجي على المستوى في ظرف وجيز، في ظرف 20 يوم. اليوم تلقى فريق بالشكل هذا ومدرب معناتها قاعد يقدم في مستوى كبير وكبير جدا. لازم نستحفظوا على المجموعه اللاعبين كلها، وكذلك زي ما قال سيد معناتها لازم تطعيم ب4 ولا 5 لاعبين، ولازمنا 10 باش يعطي الحلول للهجوم ونشوف الترجي خير. وطارق ثابت نقول له برافو عليك اليوم، وان شاء الله جمهور الترجي يكون راضي على طارق ثابت. انت راضي؟ انا راضي على طارق على المستوى اللي قدمه، برافو عليه في ظرف وجيز، معناتها عمل فريق ممتاز وممتاز جدا. نعود مرة أخرى مشاهدينا الكرام إلى ملعب حمادي العقربي، هذه المرة للاستماع إلى مدربي الفريقين عادل رمزي وطارق ثابت. Votre première impression. اولا الحمد لله على التاهل. كما تنقولوا هذا ذا ايموشنز از بيك، لي سونتيمون. الدراري تقاتلوا، الجمهور ديالنا بالنسبه لي احسن مومون حتى الان في لا كارير ديالي. خرجت باش نشتغل باش نقرا في الخارج وباش نتعلم باش نجي للبلاد ديالي ونحقق هذا الشهاده. الحمد لله تنشكر كل اللي تعاون معنا، وتنتمناو ان شاء الله نكملوها ونجيو الكاس ونردوه لهذه الجماهير مزيانه ان شاء الله. Je vois beaucoup d'émotions. S'il vous plaît, un petit mot sur la finale. بالنسبه للفينال دابا كما نقولوا نتمتعوا بالفوز اليوم، وان شاء الله تنتمناو اننا نكملوها بلا فينال. الدراري كانوا رجال، الجمهور كل. الحمد لله على كل حال، قدر الله ما شاء فعل. نظن اليوم عملنا كل شيء بصراحه باش نفرحوا الجمهور اللي جاي الكل بصراحه. معناتها كنا معناتها عاقدين العزم، ان قلت من اول الدوره قلنا عاقدين العزم اني باش نمشوا بعيد. اليوم معناتها خرجنا بلانتيات، معناتها هذيك الكره معناتها عملنا برشا حاجات في الماتش باهيه، بنينا الفريق باهي بصراحه، فريق اللي يطمن الجمهور نتاعو. صحيح اليوم الناس كل حاولنا باش نروحوا الناس كل نمشوا للفينال ونكونوا فرحانين، لكن في الاخر هكا احكام الكره. لكن الفريق هذا تبناه بصراحه، بدا معناتها عنده حاجه معناتها شخصيه كبيره برشا، هاك شفتوها اليوم، شفتوها حتى في اللقاءات اللي فاتت. نكملوا هذيك هي تو الكره معناتها جايه الشامبيونز ليج، هذه كانها تحضير كبير للشامبيونز ليج. تمنينا لو كان نمشوا اكثر، لكن ديما نعتذروا للجماهير نتاعنا اللي اليوم جت باعداد غفيره، كنا نتمناو اللي تروح فرحانه. ان شاء الله عطينا اللي علينا، ان شاء الله تحملنا المسؤوليه وعطينا اللي علينا، والملاعبيه زاده ما بخلتش. ماتش شفتها كان في طريق واحد، لكن في الاخر اللي تحسب شكون ترشح في الاخر، ترشحت الوداد، مبروك عليهم. لكن احنا زاد ربحنا فريق وربحنا جمهور معناتها كبير اللي معناتها عنده ثقه في الفريق نتاعو. ان شاء الله تواصل هيك ان شاء الله. شكرا. إن شاء الله. هذا كان حديث مدربي الفريقين، عادل رمزي مدرب فريق الوداد البيضاوي وطارق ثابت مدرب الترجي الذي راهن على ماميش كحارس مرمى في ركلات الترجيح، لكن رهانه لم يوفق.
حقيقي، لكن خليني ابارك لكابتن رشيد وهارد لك كابتن خالد. يعني الوداد يستحق الوصول للنهائي، والترجي قدم فريق لافريقيا لو دعم في يناير اللي جاي ب3 أو 4 لعيبه زي ما قلت من حتى من بدايه الاستوديو، هيبقى شكل تاني خالص. يعني الاثنين قدموا مباراه كويسه جدا. ضربات الجزاء هي 50-50 يعني ما وفقش. انا مش من هو ده